ونعم الفتونة ونعم الأخوة. السلام عليكم، ازيكم معلمين؟ معاكم المعلم دوما، اكبر واحد في مصر. اكبر واحد في مصر سنا، زي ما انتوا عارفين يا جدعان. قلت لكم قبل كده عايش من 700 قبل الميلاد. النهارده هنحكي عن مين بقى؟ هنحكي عن اول فتوة اخد لقب فارس. والله زي ما بقول لك اخد لقب فارس، بس فارس بجد يا جدعان. كان الخديوي هو اللي كاتب له لقب الفارس ده، مش هو اطلق على نفسه فارس او اشباح صحابه قالوا له فارس فارس لا، ده كان فارس بجد يا جدعان. مين هو بقى ولا ايه قصته؟ اسمه الحقيقة عبد الحميد عمر. الناس كانت بتدلعه تقول له حميدو. منين بقى حميدو ده يا جدعان؟ من بحري. بحري حتة في اسكندرية كده يا جدعان. ايوه، ليا فيها ذكريات كتير. كنت متجوز واحدة من زمان هناك يا جدعان. وعيال خلفت منها عيال، وعيالي خلفوا دلوقتي يا حفيدو. عندي حفيد قد كده اسمه مليجي، عيل ايه شقي شقاوة السنين. هبوريهم لكم في مرة يا جدعان، بس ما علينا، مش دي نقطتنا. ايه حكاية حميدو بقى ولا ازاي؟ ايه بدخل الفتوانة وبقى فارس؟ هقول لك انا. كان في سباق دايما بيتعمل ايه في اسكندرية ما بين بتوع السيالة وراس التين. سباق مراكب يا جدعان، اكيد مش سباق جري. والله لازم بقول لك كان بيتعمل في المايه كده، ايه مراكب. مين بقى اللي كان بيلعب في لراس التين باسم راس التين؟ كان عيل اسمه طولبه. والله لازم بقول لك كان بيكسب كل سنه. الواد تحس ان ايده ايه موتوره يا جدعان. الواد كان بيمسك بتاعت المركب من دول ويفضل يجدف كده، محدش كان بيجيبه. والله لازم بقول لك كان بيكسب بتوع السياله كل سنه. مين اللي كان بيلعبه في السياله يا جدعان؟ كان واحد اسمه ايه دوكش او دجش، حاجه زي كده يا جدعان، مش متذكر برضو، انتوا فاهمين السن. المهم اليوم ده ايه، الواد ما جاش بتاع السياله. مين كان قاعد عشان يتفرج على السبق ده؟ حميدو. فالناس قالت له ما تنزل يا حميدو العب انت السباق. والله الناس قالت له انزل يا حميدو. كنتش فاكرين حميدو هيكسب بقى يا جدعان، ولا ممكن يصد على الواد طولبه. فعلا الواد حميدو نزل هنا ايه وحط على طولبه وراح كاسبه. والله زي ما بقول لك. مين بقى كان بيتفرج ساعتها على السباق يا جدعان؟ اخويا وحبيبي الخديوي عباس حلمي التاني. كان بيجي مخصوص عشان يشرب معاه كوبايه قهوه في اسكندريه. كنا ساعتها بنشرب كوبايه القهوه في بحري وبنتفرج على السباق. بعد ما السباق خلص قال لي مين الواد ده؟ قلت له ده عيل كده ايه من عيالنا كده لسه طالع جديد اسمه حميدو. فقال لي ناديل عليه. ناديت له عليه، خد يا حميدو كلم ايه عباس حلمي التاني. ما صاحبي بقى يا جدعان، مش هقول له خديوي. المهم ايه، فبعد ما جه راح راميله ايه 3 جنيه فضه. بس مش جنيه اللي هو بتاع دلوقتي فضه، لا يا جدعان كان دهب يا جدعان، بس ايه تبقوا فاهمين. رماهم له على الارض. بس مين برضو ما جاتش معايا وقت ياخدهم؟ حميدو. انتوا فاهمين الاسكندرانيه برضو ايه الولا ايه. قال له عيب وكده وسابه ومشى. والله ما رضاش يوطي ياخده. مين بقى اللي اتضايق يا جدعان وحز في نفسه؟ الخديوي. الخديوي عباس قال لك ازاي يعني ارمي لحد فلوس وما يوطيش يجيبها. فبعت لحميدو يجي ايه قصر راس التين. كان عاوز يعمل عليه نمره هناك. كان عنده واحد ايه من الخدم بتوعه من افريقيا كده. والله زي ما بقول لك عيل ايه اسمراني كده طول بعرض، متعرفش لو ضرب الحيطه ايده هتعدي الناحيه التانيه. المهم قال لحميدو ايه، قال له انت هتلاعب الواد ده. حميدو انتوا فاهمين بقى القلب الاسكندراني والدخله، قال له خلاص هلاعبه مش هتفرق معايا. المهم نزلوا ضد بعض. حميدو اداله رصيه واحده. والله زي ما بقول لك هي رصيه واحده الواد ريح. خدوه انبهر بيه كده، قال له ايه ده؟ قال له انا من هنا النهارده هيطلق عليك لقب الفارس. والله زي ما بقول لك واطلق عليه لقب الفارس يا جدعان. المهم حميدو بعد ما اطلق عليه لقب الفارس، الواد اتغير الصراحه يا جدعان بقى، ودخل ايه في الافتراء شويه. كان بيعمل حكايات ويكسر والكلام ده كله. والله زي ما بقول لك كان يقعد ايه يخش اي حكايه كده يا جدعان باللبس الرسمي بتاعه. ما كان بيلبس ايه بنطلون كده ايه شبه بتاع علاء الدين ده يا جدعان، اللي هو الواسع وجاكيت كده وطربوش، عارف انا. انتوا فاهمين برضو لبس زمان. المهم كان يخش اي حكايه كده ايه ويصرخ يقول انا حميد وانت مين. جدعان والله كان بيصرخ. هو اول واحد اخترع الصرخ. شوف انتوا الاشباح اللي بتصرخ دلوقتي تقعد تقول لك تخش يعمل الدخله كده ايه في اي منطقه، مع ان لو كلب لولو طلع في نص الشعب ممكن تلاقي الناس دي كلها جارت، بس يقول لك انا اعمل الدخله. او حميدو بقى هو اللي اخترع الدخله. كان يخش على اي ولا اي حكايه عاوز يعمله يقول لك ايه انا حميدو ايه انت مين. والله العظيم زي ما بقول لك. اسمع علينا مش جنوتيتا. بس الواد برضو كانت دماغه شغاله، ما كانش بيخش الحكايه كده وهو ايه مش فايق ولا الكلام ده كله. لا الواد كان ايه يقعد يسكر. استغفر الله العظيم يا جدعان، في رمضان استغفر الله العظيم كان يقعد يسكر عشان ما يبقاش في وعيه.
ليه بقى يا جدعان؟ عشان لو اتمسك وهو بيكسر القهوه ولا الكلام ده كله، الحكومه تعمل له محضر سكر وعربده ويخرجوه بعديها هو وصحابه. دماغه شغاله برضه. الواد المهم بعد فتره قال لك انا افتح قهوه. فتح قهوه كده ايه عند المينا الشرقي. اه المهم ايه، الواد محدش كان بيقعد على القهوه بتاعته دي خالص. محدش كان، مين هيقعد على القهوه بتاعته؟ مش عاوز وجع دماغ، ولا ممكن يتضرب، ولا حميد يقل منه مثلا لو جاب له القهوه وقال له انا كنت طالبها على الريحه وانت جايبها لي زياده، هيلبسه القهوه. اقسم بالله كده عارف الناس ما كانتش بتقعد. حميد ما كانش فارقه معاه يعني، وكان بيجيب حجر الشيشه ويقعد على القهوه كده ايه على الباب بره، يفضل يشرب في الشيشه بس. وكان ايه بيقعد عليها صحابه بس، ايه صحابه النوش. يا جدعان صحابه دول ما كنتش بحبهم الصراحه. عيال كانوا بتوع ايه، لقد استغفر الله العظيم يا جدعان، بتوع حشيش وحاجات من دي. كانوا بيقعدوا عند حميدو عشان حميدو ياخد نسبة على الصفقات اللي بتدور هناك. والله زي ما بقول لك. المهم فضل حميدو كده لحد سنة 36، بعدها مات يا جدعان. والله زي ما بقول لك مات. ناس كتير، في ناس زعلت وناس ما زعلتش برضه. الواد كان ايه مخصم مع ناس كتير. والله زي ما بقول لك. بس ما علينا، مش دي نوتيتنا. وبالمناسبة اتعمل له فيلم يا جدعان سنة 53. مين بقى اللي كان عامله؟ كان اخويا وحبيبي فريد شوقي، هو اللي كان قايم ببطولة الفيلم ده. ومعاه طبعا يا جدعان حبيبتي اللي قلت لكم عليها في اول فيديو، الاستاذ تحية كاريوكا. الاستاذة بالنسبة لكم، اما بالنسبة لي دي كانت زونطاطة، وانا كنت المعلم ساعتها. والله. والله ربنا يرحمهم كلهم يا جدعان. متنسوش بقى تكتبوا لي في الكومنتات عاوزين تسمعوا عن مين المرة الجاية. زي ما انتوا شايفين بجيب لكم حكايات محدش يعرفها خالص غير المعلم دومة. اكتبوا لي في الكومنتات عاوزين تسمعوا عن مين، وانا كده كده زي ما انتوا شايفين انا بحكي عن اللي انا عاوز احكي عنه. بهزر معاكم يا جدعان. متنسوش بقى يا جدعان لايك وشير وسبسكرايب. لايك وشير وسبسكرايب عشان نكبر المعلمين واجيب لكم حكايات اجمد من كده برضو يا جدعان. اسخنوا معايا يا جدعان عشان الدنيا تسخن. يلا السلام عليكم يا جدعان.